السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد، وكل سنه وانتم طيبين بطريقه سهله خالص. يلا هنشوف مع بعض ايه هي المكونات. معايا اهو كيلو دقيق، ويكون دقيق نوع فاخر، نوع كويس، اللي هو كمان مخصص لكحك يبقى حلو قوي. بس هاتي الدقيق بتاعك يكون درجه اولى، نوع كويس جدا، عشان خاطر بيفرق كتير في الكحك. ادي دي اول حاجه. ادي طبق معايا ده اللي انا مجهزاه، دي الحاجات الجافه اللي احنا هنضيفها على الدقيق بتاعنا. دي عباره عن ايه؟ دي ورقه فانيليا، ودي معلقه كبيره من النشا، ودي معلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي معلقتين من السمسم اللي هو الني، وممكن برضو اللي هو مش ني عادي يمشي شغال، ودي رشه صغيره خالص من الملح، ودي ريحه الكحك، ودي معلقه سكر بودر. تمام كده، هنضيفهم على الدقيق. يلا بينا. وادي بعد ما ضفت المكونات بتاعتي على دي، ابدا اقلب كل المكونات الجافه بتاعتي كويس قوي. ويفضل طبعا ان احنا نحط عندنا الكيلو دي ده بالمكونات بتاعته في صينيه عشان تاخدي راحتك وانتي بتعجني. ادي بعد ما قلبنا كل المكونات الجافه كويس قوي مع بعض، مجهزين كوبايتين ونص من السمنه. ممكن كوبايتين ونص من السمنه او من الزبده، وممكن كمان نعمل الكحك بالزيت عادي خالص، مفيش مشاكل. يلا بينا، بس اهم حاجه تكون السمنه بتاعتي بتغلي. تمام كده، يلا بينا. ودلوقتي على بال ما السمنه بتاعتي تسيح وتغلي على النار، الكوبايتين ونص بتوعنا احنا مجهزين كوبايه من الميه بدرجه حراره المطبخ، يعني اللي هي ميه فتره عادي خالص، عليها معلقه صغيره اللي هي دي بالخميره. تمام كده، وقلبناها كويس قوي، وهنسيبها على جنب لحد ما نعجن الدقيق بتاعنا بالسمنه. يلا بينا. ودلوقتي انا نزلت بكوبايتين ونص من السمنه، شايفين طبعا سخنه جدا، فطبعا اوعي تمدي ايدك. احنا هنقلب بالمعلقه لحد ما هيبقى دافي معايا. تمام كده، يلا بينا نقلب بالمعلقه كويس قوي لحد ما هيبقى فاتر كده، تقدري تفركيه بين ايديك. ودلوقتي خلاص بعد ما انا قلبته، هقدر دلوقتي ان هو دافي معايا، اقدر ان انا ابسه بين ايديا. تفضلي تبسيه لحد ما تلاقيه مفرول كده زي الميه منديه، او زي الكسكسي اللي هو هيبقى معاكي مفرول كله. تمام، تفضلي تفركي فيه بين ايديكي كده كويس قوي. يلا بينا. ودلوقتي انا بعد ما بسيته بين ايديا كويس قوي زي ما انتم شايفين كده زي الكسكسي. تمام كده، هبدا انزل بنص كوبايه من الخميره بالميه اللي احنا مجهزينها دي، حبه حبه، وبعدين نعجن، وبعدين نرجع نحط الكميه لو لقينا ان احنا محتاجينها هنحطها. طبعا دي اللي هي هتفرق معايا اني الاقي الكحك بتاعي العجينه بتشقق، فتبقى محتاجه ميه اكتر، ان انت تزودي كمان شويه. دلوقتي بعد ما عجنتها كويس قوي، انا ضفت نص كوبايه من الميه فوق الكوبايه، والكوبايه اللي هي محطوط عليها معلقه الخميره، ودي كوره اهي بالشكل ده. دي تيست كده، انت تكوريها وبعدين تضغطي عليها كده اهو. طالما ضغطتي عليها كده وما شققتش معاكي من الجناب، اذا العجينه هي كده خلاص مش محتاجه ميه ولا اي حاجه. هتغطيها لحد ما تجهزي الصاجات بتاعتك او الصواني بتاعتك تكون نظيفه جدا. ممكن تاخدي حته من العجينه تنضفي بيها، تمشيها في الصينيه او في الصاجات بتاعتك اللي انت هتستخدميها عشان تكون نظيفه كويس قوي. احنا مش هندهن زيت ولا اي حاجه، انت هتنضفي الصاجات بتاعتك او الصواني وتبداي تكوري وترصي فيها العجينه بتاعتك. تمام كده، يلا بينا. وادي دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده. بصي، طالما انا بنضف بيها الصاج بتاعي وبصوا غمقت معايا كده، دي حته هنضحي بيها وهنرميها بعد كده. يبقى اذا الخطوه دي حلوه جدا ومناسبه جدا لينا، ان احنا مهما برضو اللي هو الصاج نضيف او الصينيه نضيفه، بس برضو ماشي فيها كده، لان احنا مش هندينا زيت ولا اي حاجه، احنا هنكتفي بالسمنه اللي موجوده في الكحك بتاعنا. ودلوقتي يلا بينا نكور مع بعض، ودي حلوه جدا، ممكن تشاركي فيها اولادك، بيفرحوا بيها قوي ان يقعدوا معاكي يشكلوا الكحك والبسكويت. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما كورناها بالشكل ده، اللي هو تملي الصاج عادي خالص وبالبصامه بتاعه الكحك، ولو ما عندكيش البصامه ممكن تستخدمي، لو عندك صفايه سلك مثلا تكون واسعه ممكن تستخدميها ان انت تضغطي بيها، يعني اللي هو بالشكل ده. دي كده اهو، اللي هو هنيجي كده اهو ونضغط عليها بالشكل ده.
شايفين اللي هو مفيش اسهل من كده. طب لو انت ما عندكيش البصامه دي وعندك اللي هي القالب دي اللي هو مفيش مشاكل، ممكن برضو تستخدميها وبالشكل اللي انت عايزاه. يعني ممكن تعملي الكحك بتاعك بالشكل اللي انت عايزاه، مفيش مشاكل خالص. ويلا بينا دلوقتي نشكل باقي الكميه بتاعتي. شايفين يعني من كيلو دي بيعمل كميه حلوه قوي ومعقوله. يلا بينا. ودلوقتي خلاص بعد ما شكلت الكحك بتاعي كله، شايفين طالما بصمتي عليه من فوق وما شققش معاكي من الجناب، اذا العجينه بتاعتك ناجحه والميه اللي فيها كفايه جدا. ودلوقتي هندخله على الشبكه بتاعه الفرن، وتكوني مشغله من تحت بس، ولو عندك مروحه تشغلي المروحه. ده هيخليها طبعا احنا مش هندخل الكحك غير لما نسخن الفرن كويس قوي. هيقعد نص ساعه في الفرن، احنا مش محتاجين ان احنا نحمصه قوي، هياخد وش يا دوبك. هتيجي تزقي كحكايه كده هتلاقيها بتتشال من مكانها. يلا بينا ندخله الفرن. معايا بعد ما طلعته من الفرن، شايفين اللي هو مجرد ما بتهزيه اللي هو بيخرج معاكي. التسويه اهم حاجه هي اللي من تحت، لكن الكحك مش المفروض ان هو يبقى غامق. يعني احنا مش بنشغل الشوايه عليه من فوق خالص، هو بياخد التسويه بتاعتنا المظبوطه من تحت بس. تمام كده. طبعا نسيت اقول لكم ان لو طبعا احنا بنحبه محشي بالملبل او بالعجوه، هتجيبي وتكوري العجوه او الملبل كور صغيره خالص، وتقومي ماسكه العجينه وعامله فيها حفره بصباعك كده، وتقومي تحطي فيها سواء بقى الملبل او العجوه، وتقومي ترجعي تقفلي الكوره تاني تكوريها على ايدك. تمام، سهله خالص ومفيهاش اي تعب ولا مجهود خالص. تمام كده. عايزه اقول لكم برضو ان من ضمن اسرار الكحك بتاع المحلات ان هو ما بيبقاش مكتوم زي بتاع البيت. هي السر في معلقه، اللي هي معلقه النشا. النشا دي بتخلي العجينه مش مكتومه، بتبقى مهويه شويه، وبالتالي الكحك بتاعك بيطلع مميز. فهو ده السر اصلا بتاع الكحك بتاع بره، اللي هو الدايب اللي في نفس الوقت ما بيبقاش مكتوم زي بتاع البيت. وبرضه ما تنسيش ان انتي لما تيجي تحطي السكر تحطي على قد الطلب، ما تحطيش عليه كله. وبرضه لو هتعملي كميه كبيره يفضل طبعا ان انتي تحطيها في كرتونه، عشان الكرتونه بتشرب الرطوبه بتاعه الكحك والبسكويت والحاجات اللي من الشكل ده. وعايزه اقول لكم ان هو ما شاء الله طلع زي بتاع المحلات والله. يعني اللي هو مش هتقدري تفرقيه، طعمه خطير. اللي هو شايفه اللي هو ما فيهوش اي كتم خالص، خطير. اللي هو لو عملتيه محدش هيقدر يفرقه بينه وبين بتاع المحلات. خطير من الاخر. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وانا هحط لكم في صندوق الوصف المقادير، وهحط لكم برده اللينك اعاده تدوير البسكويت اللي البواقي او الهري اللي بيتفضل. تمام، يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.